محمد بن عبد الوهاب حنبلي المذهب، غير وبدل وجاء بأشياء خالف مذهبه، خالف إمامه. الواقع أنه يعني إمام لا نعلم له باعا في الفقه بالذات، والذي نعلم أنه لم يكن أمينا على فقه الإمام أحمد بن حنبل أبدا. ابن عبد الوهاب كفر جميع المسلمين، كفر حتى أصحاب رسول الله. عمر بن الخطاب كفر الإمام علي وقال أنا أفضل منه وأعلم منه. الله الله. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الربابة، هذه العبارة بحروفها، إن الربابة في بيت الخاطئة، يعني عفى الله الجميع الزانية، أفضل ممن يصلي على محمد بن عبد الله فوق المنابر. وقال كل المسلمين هم كفار من قبل ظهوري ب600 عام، يعني قبل أن يظهروا ب600 عام كل المسلمين كانوا كفرة. الشيخ محمد كان الأصل فيها التشدد. ما من أخطر من رجل يتصدر ثم يضل بضلاله الناس. اقرأوا التاريخ كله. واحد اسمه محمد بن عبد الوهاب، ما ادري منين جاء، ما حد يعرف أول الغريب، كلهم ما حد يعرف أصولهم منين. ما ادري منين جاء، ما حد يعرف أول الغريب، كلهم ما حد يعرف أصولهم منين، ما حد يعرف منين جايين. وهم جاء الشباب التقي الصالح المتحمس للإسلام صدقوا به، ما لهم يعني كره لكل المسلمين حتى للصحابة، ما لهم يعني كره لكل المسلمين حتى للصحابة. هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه قرأنا له وقرأنا له الكثير، مندلع ومندلق ومبالغ ومغال ومولع بالتكفير، يكفر العلماء ويكفر الصلحاء ويكفر الأمة بالجملة، شيء مخيف. التكفير الذي وقعنا عليه في كتبه شيء مخيف، مخيف حقا أيها الأخوة. محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ولد عام 1703 للميلاد، الموافق للعام 1115 من الهجرة، بمدينة العيينة قرب العاصمة السعودية الرياض. توفي بمدينة العيينة قرب العاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز 90 عاما. عالم دين وداعية، اهتم بعلوم الفقه والحديث والتوحيد والشريعة الإسلامية، وكان متأثرا بأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم. من أهم مؤلفاته كتاب التوحيد، وهو من أشهر مؤلفاته، طرح فيه رؤيته المبتدعة عن التوحيد والشرك ومفاسده. كتاب الأصول الثلاثة، معرفة الرب ومعرفة دين الإسلام ومعرفة الرسول. كتاب كشف الشبهات، يستكمل فيه تفسيره المتطرف لأصول الدين. من أبرز تلامذته أبناؤه الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ علي بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب، حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ سعيد بن حجي، الشيخ عبد العزيز بن حسين، الشيخ حمد بن معمر.
انحدر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أسرة رجال دين. أبوه عبد الوهاب بن سليمان كان من الفقهاء وقاضيا في العارض، وجده سليمان بن علي كان عالما وقاضيا وموثقا شرعيا، تولى القضاء أيضا. شرع في طلب العلم، تتلمذ على يد رجال أسرته في البداية، ثم رحل إلى الحجاز وتهامة والبصرة والزبير والأحساء. ومتأثرا بكتب ابن تيمية وابن القيم، عاد محمد بن عبد الوهاب إلى نجد مهووسا بالتوحيد وداعيا له. بدأت دعوة التوحيد من ابن عبد الوهاب بين أتباعه ومريديه وفي بلدته العيينة. لم تفتح الأذرع لدعوة ابن عبد الوهاب المتطرفة، فقد لقي معارضة شديدة من بعض المذاهب وكثر أعداؤه لاختلاف المصالح، ولكن ابن عبد الوهاب لم يهدأ واستعمل كل الوسائل لنشرها. هو احتاج قوة عسكرية تسند دعوته الأيديولوجية. خرج إلى الدرعية مقر آل سعود. هناك التقى بأمير الدرعية محمد بن سعود. طرح عبد الوهاب دعوته على الأمير، فحصل الاتحاد. محمد بن عبد الوهاب إمام الإسلام، ومحمد بن سعود إمام المسلمين. ومقابل حكم آل سعود المطلق والمتوارث كانت العقيدة الوهابية تترسخ. على المعتقد الوهابي في مقابل المعتقدات الأخرى معتقد بتري تكفيري أسس لأجيال وهابية لا تتقن إلا الكراهية. ثلاثمائة غزوة قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب خلال 20 عاماً ضد مشركي الجزيرة العربية، أي 15 غزوة في كل عام، غالبيتها في نجد. سر هذه الغزوات يكمن في الرؤية العقدية التي صاغها ابن عبد الوهاب، وأسست لمشروع سياسي لا يزال قائما. سقط عشرات الآلاف من الضحايا، تم تهجير ما يقرب من نصف سكان الجزيرة العربية. هي النزعة الاصطفائية المتعالية لأنصار هذه الدعوة. التعاليم العقدية المسؤولة عن سفك الدماء، عن نهب الممتلكات، عن احتلال البلدان وسبي الذراري مرت تدريجيا في رسائل محمد بن عبد الوهاب. هي رسائل بعثها الداعية إلى أمراء وأعيان وشيوخ نجد والحجاز. وبعد اكتمال هذه الرسائل الداعية إلى مذهبه، المجيبة على التساؤلات والرادة على الانتقادات، كانت العقيدة الهجينة قد كشرت عن أنيابها. في الرسائل الشخصية لابن عبد الوهاب تنطوي كثير من الحقائق حول الرجل، حول دعوته، أسلوب حديثه،
وطريقة تعاطيه. هو الذي صاحبته تهمة التكفير، بالإضافة إلى اتهامات شخصية تبدأ بقلة التهذيب ولا تنتهي إلى الدموية، منذ بدئه بالتبشير وحتى اليوم. ما يجمع الرسائل هو التكفير موضوعا وحكما، فلا نكاد نجد رسالة تخلو من التعرض له أو مقاربته من جهة أخرى. ووصولا إلى التكفير طرح محمد بن عبد الوهاب مصطلحات ممهدة، أولها الفرقة الناجية. في الرسالة الأولى التي وجهها إلى أهل القصيم في الجواب عن سؤالهم عن عقيدته، بدأ جوابه بتقرير أن ما يراه هو نفسه ما اعتقدته الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة. هنا يبدأ الانقسام وجذر المشكلة مع الآخر. ما يعتقده محمد بن عبد الوهاب يجب أن يكون اعتقاد بقية المسلمين، خصوصاً فيما يتعلق بالأسماء والصفات الخاصة بالله عز وجل، والتي يحملها على الحقيقة، فيما يحملها بقية المسلمين على المجاز. لا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن مواضعه. يضع الفرقة الناجية التي يمثلها وحده في الوسط بين القدرية والجبرية، بين المرجئة والوعيدية، وبين المرجئة والجهمية، بين الروافض والخوارج. هو لم يبق من فرق المسلمين فرقة إلا وجعلها خارج نطاق الوسطية، سوى ما عليه هو وأهل دعوته. انتقادات واسعة واجهها ابن عبد الوهاب من داخل نجد ومن علمائها. على وجه الخصوص كان سليمان بن سحيم أحد كبار علماء نجد، وفرد في بيت علم كبير. هو كان مدرس أهل البلاد ومفتيهم وإمامهم وخطيبهم. وقد قابل ابن عبد الوهاب انتقادات ابن سحيم بالتشنيع وبالخروج عن اللياقة والأدب وصولا إلى البذاءة. لكن البهيم سليمان بن سحيم لا يفهم معنى العبادة. هذا الرجل من البقر التي لا تميز بين التين والعنب. وهذا لا يصدر من رجل علم، فكيف برجل دين يقدم نفسه لأهل دعوته باعتباره قدوة في الأخلاق قبل أن يكون قدوة في العلم؟ ولقد كتب محمد بن عبد الوهاب رسالة إلى سليمان بن سحيم تشبه رسائل الرسول صلى الله عليه وآله إلى الكفار والمشركين. نذكر لك أنك أنت وأباك مصرحون بالكفر والشرك والنفاق. أنت وأبوك مجتهدان في عداوة هذا الدين ليلا ونهارا. إنك رجل معاند ضال على علم، مختار الكفر على الإسلام، وهذا كتابكم فيه كفركم.
وكان الشيخ سليمان بن سحيم قد رفض أغلب متبنيات ابن عبد الوهاب، من إبطال كتب المذاهب الأربعة إلى القول بأن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وصولا إلى ادعاء الاجتهاد وتكفير المتوسلين بالصالحين، ثم قوله بهدم قبة رسول الله، ثم تحريمه زيارة قبر النبي، ثم إنكاره زيارة قبر الوالدين، وأخيرا تكفيره من حلف بغير الله. مؤاخذات ابن سحيم على ابن عبد الوهاب عادت وتكررت في كثير من الردود عليه وعلى لسان كثير من العلماء. بات معروفا أن ابن نجد اخترع ما لم يكن يوما في الإسلام. أرسل ابن سحيم إلى أهل البصرة والإحساء تحذيرا من عقائد ابن عبد الوهاب ونزعته التكفيرية. لقد خرج في قطرنا رجل مبتدع جاهل مضل ضال، هو عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله مثل زيد بن الخطاب وأصحابه، وهدم قبورهم وبعثرها، ومنها أنه يقطع بتكفير ابن الفارض وابن عربي، ومنها أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها ويجعلها لله تعالى، ويدخل مع ذلك دفع شر الجن، ومنها أنه قاطع بكفر سادة عندنا من آل الرسول لأجل أنهم يأخذون النذور. وجاء رد ابن عبد الوهاب على السحيم تشنيعا به، سماه بعدو الله، زاعما أنه دعا العامة إلى عبادة شخص يدعى شمسان، رواية تبدو في غاية الركاكة والتشويه. التطاول كان سمة خطابات ابن عبد الوهاب. إلى علماء الدرعية بعث رسالة ينفي فيها أي علم عنهم: أنتم ومشايخكم ومشايخهم لم يفهموا ولم يميزوا بين دين محمد ودين عمرو بن لحي الذي وضعه العرب. وابن لحي هو أول من جاء بالأصنام إلى مكة من الشام. التكفير اعتبر التهمة الأساسية التي واجهت ابن عبد الوهاب. الطريف أن رسائله تضمنت ما يثبت عليه ذلك، وفي المقابل تضمنت ردودا منه على ما اعتبرها اتهامات مغرضة. رسائل ونصوص كثيرة تؤكد النزوع التكفيري الراسخ لابن عبد الوهاب. في رسالة محمد بن عبد الوهاب إلى مطوع ثرمداء وسط نجد محمد بن عباد، نفى فيها إسلام علماء سدير والعارض. إن هؤلاء ما عرفوا التوحيد، وإنهم منكرون دين الإسلام، بل إن مشايخ العارض قاموا أو قعدوا، دخلوا أو خرجوا، وجاهدوا ليلا ونهارا في صد الناس عن التوحيد، يقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك لأي شيء لم تظهر عداوتهم، وأنهم كفار مرتدون. لم يكتفي ابن عبد الوهاب بتصنيف الناس، بل أيضا باتخاذ ما يلزم بحقهم. هو طلب من أحد تلامذته ابن عباد رصد من خالف عقيدته. فإن كان باين لك أن أحدا من العلماء لا يكفر من أنكر التوحيد، أو أنه يشك في كفره، فاذكره لنا وأفدنا. ثم طلب من أحد مطاوعة ثرمداء أكثر من ذلك: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله، ثم أبغضه ونفر الناس عنه. والتوحيد المقصود هنا ليس شيئا آخر سوى ما فهمه ابن عبد الوهاب،
وليس ما ورد في كتب المسلمين الأوائل أو ما فهموه. الأخطر في رسائل محمد بن عبد الوهاب هو تكفيره لأهل البادية الذين كانوا يمثلون أكثرية سكانية في الجزيرة العربية. من المعلوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثرهم، فإن كان للوضوء 8 نواقض ففيهم من نواقض الإسلام أكثر من 100 ناقض. وفي هذا القول خروج عن كل معيار ديني أو علمي في تقييم الآخرين. وتأتي ردود محمد بن عبد الوهاب على اتهامه بالتكفير لتثبت التهمة عليه. يتحدث عن أنه كفر أهل البوادي وكفر القبائل وكفر أهل القرى. وفي رسالة له إلى أهل دعوته إخوان من طاع الله يحتل هو وأتباعه معسكر الإيمان ومخالفوه في معسكر الكفر والإلحاد. وهنا يتحرر ابن عبد الوهاب من ضوابط وضعها لنفسه بعدم تكفير العموم، حيث حكم بكفر عوائل ونسب إليهم تهما بالعموم، ثم يعود في رسالة مفتوحة إلى عموم المسلمين لنفي تكفيره للعموم، معتبرا ذلك بهتانا من الأعداء. شخصية ابن عبد الوهاب المأزومة التي تقول شيئا ثم تكذبه، لم تحسب حسابا لأي قيمة دينية. هو نال من هذا وتقدح من ذاك، مستخدما أفظع الألفاظ وأسوأها. يحقر ابن عبد الوهاب ويشنع بشيوخ مسلمين رفضوا دعوته. أما سلاحه في وجه العوام بجانب التكفير فهو السخرية. يسخر ابن عبد الوهاب من عادات الناس في تربية أبنائهم على الصلاة من الصغر، وتحدث عما يفترضه من حقيقة التوحيد القائم على 3 أصول: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، والولاء والبراء، وعد ذلك حقيقة دين الإسلام. ثم عاد وتطاول على وجهاء أهل زمانه في نجد، واصفا إياهم بالطواغيت.